وكالعادة يا سادة يا سكر زيادة، رجعنا لكم بروتين جديد. صباح الخيرات على أحلى اخوات. قبل النهاردة ما نعرف روتيننا فيه ايه، روتيننا روايحه حلوة جدا النهاردة. قبل ما نعرف فيه ايه يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطيلي لايك علشان ما تنسيش، وشيروا الفيديو ده. ان شاء الله روتين النهاردة هيعجبكم. الفيديو بتاعنا النهاردة هقولك ازاي تعملي الكيكة لو انتي فاشلة في الكيكة جدا وما بتعرفيش فيها اي حاجة. هقولك ازاي الكيكة تطلع معاكي صح 100% واي يشكر فيها. وكمان هقولك ايه هو ازاي نشوي بطريقة سريعة، وازاي اللحمة بتاعتنا والفراخ بتاعتنا تبقى طرية ويبقى طعمها زي الحيتي كده بالظبط. روتين النهاردة فيه تفاصيل وفيه تكات حلوة اوي هتعجبك. يلا بينا ندخل نشوف يومنا كان عامل ازاي. اول حاجة في الكيكة بتاعتنا المعيار اللي هنستخدمه لازم يكون ثابت. يعني لو انت هتستخدمي الكوباية المعيارية لازم تكون ثابتة، هتستخدمي كوباية عادية لازم تكون ثابتة معانا في كل المقادير. مينفعش ان احنا نغير في حجم الكوباية. هنستخدم للكيكة النهاردة 2.5 كوباية من الدقيق. اول حاجة طبعا هننخله تمام، يبقى هنجيب الكوباية نمسحها كده بطرف معلقة، بطرف سكينة، بعصا شيش طاووق، اي حاجة. المهم ان الكوباية بتاعتك تكون ممسوحة. يبقى هناخد 2.5 كوباية من الدقيق. بالنسبة لنص كوباية الاخير من الدقيق هنعمل فيه ايه؟ هنجيب نص الكوباية وهنكملها نشا. يعني انا دلوقتي حطيت نص الكوباية دقيق، هبدأ اجيب النشا واحط النص التاني نشا. النشا يظبط معاكي الكيكة جدا. خلاص يبقى انا برضو هخلي الكوباية ممسوحة بالدقيق والنشا، يبقى نص كوباية نشا نص كوباية دقيق. يبقى انا كل اللي استخدمته 2.5 كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، وبرضو هنخلهم. فاضل معانا ايه تاني في المكونات الجافة؟ فاضل معانا ذرة من الملح، وكمان كيس من البيكنج باودر، اي نوع بيكنج باودر، وهنقلبهم وتمام كده. يلا بينا بقى نجيب شفشق الخلاط. هنشتغل النهاردة في الخلاط. اول حاجة معانا هما 3 بيضات. لو انت عايزة تحطي 4 بيضات تمام، لكن 3 برضو بتبقى زي الفل. بنحط 3 بيضات وعليهم معلقة من الخل، وكمان عليهم الفانيليا. عايزة تحطي فانيليا باودر مفيش مشكلة. يبقى في الخلاط بتاعنا هحط عليهم كمان ايه، هحط عليهم 1.5 كوباية من السكر، دي عشان تكون معاكي مظبوطة. لو انت عايزة تقللي السكر او تزوديه، السكر طبعا بيكون حسب الرغبة. وكمان حطيت عليها نص كوباية من الزيت. بس ده اللي في الخلاط، البيض اللي عليه الفانيليا وعليه الخل، وكمان حطيت السكر وحطيت الزيت، وضربتهم. مقلتش عن 9 دقايق 10 دقايق بضربهم. ليه؟ انا عايزة السكر يتمحي خالص، مبقاش ليه اي اثر. وكمان بعد كده هصفيه عشان اضمن ان السكر ملهوش اي اثر خالص، علشان الكيكة بتاعتي ما تفرغش من جوه ويبقى شكلها مش لطيف. خلاص يبقى انا هصفيها، اجيب حاجة ضيقة عندي كده، اي مصفى ضيقة، وابدأ ان انا اصفي فيها حلو قوي. يبقى انا نخلت الدقيق وكمان نخلت المكونات السايلة بتاعتي. بعد كده هجيب بقى دي اللي احنا عملناه مع بعض، اللي عليه النشا والملح والبيكنج باودر، وهنخله مرة كمان. كل ما بتنخلي الدقيق كل ما الكيكة بتكون معاكي افضل. تمام، يبقى انا كده ايه بنخله للمرة الاخيرة، وبعد كده هبدأ اقلبه. ايه بقى النقطة المهمة قوي دلوقتي؟ انا استخدمت 1.5 كوباية من الحليب او اللبن. النقطة المهمة بقى ان اللبن ده لبن سخن، لبن انا غلياه. اللبن المغلي هيديكي النتيجة احسن كتير من اللبن لما تحطيه ساقع او عادي او بدرجة الغرفة. لا، اغلي اللبن. يبقى انا حطيت 1.5 كوباية من اللبن، ايه، من اللبن المغلي، ودوبتها حلو كده.
هل هي خلصت كده؟ لا ما خلصتش. فاضل بقى اهم تكايه. ايه هي اهم تكايه؟ هنجيب بقى برطمان الزبده بتاعتنا وهناخد منه قيمه معلقه كبيره كده وهسيحها على البوتاجاز. دهنت الصينيه بالمره بالزبده، ما برشش دي ولا اي حاجه، هي ما بتلزقش. سيحتها على البوتاجاز وهبدا ان انا اقلبها. بصوا بقى على طعمها، بجد طعمها رهيب، والسمنه البلدي بتبقى باينه فيها جدا، رهيبه. وهبدا ان انا افضيها في الصينيه. دي صينيه ايه؟ دي صينيه اللي هو الحجم الوسط. الطقم عندك بيبقى 3، كبيره ووسط وصغيره، ده الحجم الوسط. طيب انا بعملها كده ليه؟ انا بعملها كده علشان ما تطلعش معايا عاليه من حته وواطيه من حته. دخلتها بقى الفرن، مجرد ما فصلت كده من الجناب، مجرد ما فصلت تعرفي ان هي استوت، مش محتاجه تحطي فيها ولا خله ولا اي حاجه. مجرد ما فصلت معاكي من الجناب كده تعرفي ان هي استوت على طول. هنا كنت مقطعها لكم سخنه كمان، بجد هي عاليه. فين المقطع؟ ثواني. للاسف الشديد المقطع ما تصورش، كنت بحسب انه بصور ما تصورش للاسف يعني. بصوا الاخرام بقى عشان انا مصفيه علشان مفيش اي سكر، الاخرام مظبوطه جدا، حلوه قوي، هشه وعاليه. يعني انا زعلانه على المقطع ده قوي، كان نفسي اوريها لكم. بصوا كانت عامله كده زي السفنجه في ايدك، شكلها مظبوط قوي من جوه، بجد حلوه قوي قوي. جربوها، جربيها وهتفهمي انا بقولك ايه. جربيها بالطريقه دي، ولو فيها اي حاجه يا ستي تعالي قوليلي، ولا انتي حاجاتك بايظه. فللأسف بقى المقطع كنت بصور على الفاضي. الوصفة التانية اللي معانا بقى اللي بنعملها دي اللي انت شفتوها، هي عبارة عن ايه؟ ديت وصفة صحية لو انت بتعملي دايت او عايزة تاكلي اكل صحي. دي وصفة صحية. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ردة، الردة العادية بتاعة العيش، الردة الناعمة، الردة اللي بنعملها على السمك، الردة العادية خالص. عبارة عن ردة وبيضاية، ملح، كمون، كركم، بابريكا، وميه، وقلبتهم كده، عجنتهم في بعض، وبعد كده شكلتهم على شكل دواير كده. تقدري طبعا تعملي التشكيله اللي انت عايزاها. ودخلتها الفرن، قعدت تقريبا من ربع لتلت ساعه في الفرن، وبعد كده كانت استوت معايا. هنا بقى هنعمل الخلطه السريعه، خلطه المستعجلين. طبعا انا عايزه اشوي وهتبلها في نفس اليوم، فجبت بقى الخلاط بتاعي، حطيت فيه طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق، وكمان مستردة وصويا صوص وحليب، تقدري تستبدليه بزبادي. وكمان بقى التوابل بتاعتنا، وفص من الثوم، وليمون، وخل، كل الحاجات دي، وزيت، كل الحاجات دي مع بعضيها كده ايه، هنضربهم في الخلاط. وكاتشب، بص اللي عندك حطيه، اي حاجة هتحطيها هتدي طعم. وطبعا بقى ايه التوابل، اهم شيء توابل ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، الشرق الاقصى، ايه تاني اسمها ايه دي، جوزة الطيب، اي حاجة عندك بقى حطيها. بعد كده بتسيبها تتبل ما تقلش عن 6 ساعات، وبعد كده اشويها. انا بشويها في فرن البوتاجاز عادي، بحط الصاجة وبحط الشبكة وبحط الصاجة وبحط فيها مية، تمام، وبخليها بقى ايه على البوتاجاز، حتى انا ما شغلتش عليها المروحة. بعد بقى ما بتستوي معايا بشغل عليها الشواية شوية اديها لون، وخلاص على كده. بصوا طرية قوي على فكرة، مش عارفة بقى انا هفتحها ولا لا معاكم، طرية قوي وجميلة من جوه. عملت جنبها ايه بقى؟ عملت جنبها لحمة مشوية بطريقة جميلة جدا. ايه هي بقى؟ هقول لكم دلوقتي. انا سلقت اللحمة خلاص، اللحمة سلقتها بالطريقة الطبيعية خالص اللي بنسلق بيها اي حاجة. بعد ما سلقت اللحمة عملت لها تتبيلة زي اللي كنا عاملينها للفراخ، نفس التتبيلة برضو، البصل والثوم والطماطم ومش عارفه ايه والحركات دي كلها، وسبتها برضو في التتبيلة شوية. وبعد كده وقت ما طلعتها عشان اشويها برضو رصيتها، وهدخلها دي بقى ايه على طول ايه تحت الشوية، لان هديها لون على طول.
تقدري كمان تعملي معاها اي خضار مشوي، بصل، فلفل، اي خضار عايزة تشويه اشويه. وحطيتها تحت الشواية. هنا بقى طبعا كنت عاملة بطاطس محمرة. عايزه اقولكوا بقى انها ريحة البيت كانت ايه. كنت عملت معاكم قبل كده الفراخ بالتفصيل، هسيبها لكم في صندوق الوصف. الفراخ المشوية بقى بالطريقة الأصلية. هنا بقى انا بحب اشرب بيبسي جنب الاكل انا وابني، فبنصب لينا بيبسي. كانت اللحمة لسه تحت الشواية. روقوا على نفسيكوا يوم بقى يا جماعة، الدنيا خلاص يعني ايه، مفاضلش كتير. هنا بقى اللحمة اهي طلعت. بصوا بقى بعد ما الحاجة اتشوت بقت عاملة ازاي. بصوا اللحمة بجد خطيرة قوي قوي، جربيها هتعجبكم ان شاء الله. وده كان الروتين بتاعنا النهاردة، عملنا كيك، عملنا فراخ، عملنا لحمة، عملنا عيش الردة الصحي. ان شاء الله يكون روتين عجبكم، ان شاء الله يكون افادكم لو باي حاجة بسيطة. انا ولاء هاشم ودي قناتي، ياريت بقى تشجعوني باللايك والشير وتمنوا لنا الخير. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.